أمامة بنت زينب تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندها بنت اسمها أمامة صغيرة، كل ما جاء يطلع الرسول المسجد تمسكت في ثوبه تصيح زي ما يسوون عيالنا ولا لا؟ لكن احنا شو نسوي فيهم؟ كف وبقس وسكر الباب وتسمع صراخه يا مرة سكتي لا جيت فهم معه، هذا في الغالب. لا لا لا، الرسول تتعلق به أمامة طفلة فيقول دعيها خليها تجي، يقول فتفتح ستار الحجرة عشان يدخل يصلي بالمسلمين، فيراه بلال، يشوفون فيراه بلال يقول ما ندري احنا نقيم ولا عشان الطفلة، فيحملها النبي على كتفه يعني أقم، يقول فيقبل علينا وأمامة هنا بنية صغيرة أقم، رسول الهدى الله أكبر الله أكبر أشهد، وهو يقول استووا اعتدلوا، وأمامة تلعب بالعمامة حقت الرسول تحركها يمين وتمسك لحيته وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. يوم كبر النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر والبنت هنا الصحابة وراه، إذا ركع نزلها، وإذا جاء يقوم شالها، وإذا سجد نزلها. يقولون أن عبد الرزاق الصنعاني عالم من علماء اليمن يقولون صلى مرة بالناس في المحراب وعليه عمامة كبيرة، تعرفون العمايم اللي يلبسونها أهل السودان وأهل اليمن طولها يمكن 9 متر أحيانا، لها ذؤابة صحيح يقول فلما لبسها الصنعاني كبر وسقطت عمامته في المحراب وجلس يعدلها وهو يصلي بالناس، أنكروا عليه قالوا انت تحرك وانت إمام تصلي فينا، قال إن العمامة أخف من أمامة، يقصد أمامة بنت زينب التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم في محرابه.